المساجد، ارواحوا للجوامع وعمروا بيوت الله ولكم الأجر ولكم الثواب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والأسواق، ننصحك نصيحة، كي تكون رايح للسوق غير تقضي حاجتك، بغيت تشري حاجة كي تكمل ازرب اخرج ازرب. هذه البيوت تعمرها الملائكة، المساجد. هذه الأسواق مليئة بالشياطين، ولذا كي تروح للسوق الله يحفظنا ويسلمنا يا رب، واحد يسب في الدين، واحد يسب في ربي، وواحد يحلف باليمين الغاموس. وش معنى اليمين الغاموس؟ يعني يحلف بالكذب. هذه يقول له والله غير راهي مشريه ب10,000، هي شرت غير ب2000 فرنك. يمين الغاموس صاحبها يغمس بها في جهنم. الرجل لجا البضاعة رخيصة يقول له شوف راهي حرام وراهي طالق المرأة نتاعي بالثلاث غير كذا وكذا، وهو كاذب. والكفة والميزان حدث ولا حرج، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. وين كاين هذا؟ في السوق. الجعفري الجواظ هذاك الغليظ هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سخاب بالأسواق. ترتفع الأصوات وين؟ في الأسواق. الأذى في الأسواق. ولهذا أنت غير تدخل عندك قائمة في الورقة نتاعك، أقضي حوالك وخرج من تلك البقاع اللي قال عليها في الحديث وشر البقاع في الأرض أسواقها. ذوك نقولوا الحديث أبي هريرة. أبو هريرة جاء للسوق يحدث التجار، قال لهم أيها التجار، الناس في مسجد رسول الله، الناس في المسجد تاع الرسول راهم يتقاسموا التركة تاع محمد عليه الصلاة والسلام وانتم قاعدين في البيع والشراء. قالوا أين هذا يا أبا هريرة؟ وراهم يتقاسموا فيها. قال في مسجد رسول الله. التجار خلاو حوالهم ومشاو يقول لك نديو نصيبنا من التركة اللي خلاها الرسول عليه الصلاة والسلام. مشى معهم أبو هريرة، جاوا للمسجد النبوي، ما كان لا ذهب لا فضة لا خضرة لا كتان لا بيع لا شراء. هذا حاكم جماعي يقرأ القرآن، وهذا يعلم في الشريعة، وهذا يعلم في الحديث، والجامع والهدوء والسكينة والطمأنينة. شافوا قالوا يا أبا هريرة، وراه التركة اللي قلت لنا عليها الناس راهي تتقاسمها في المسجد، باغي نديو نصيبنا. قال لهم هذه تركة رسول الله. وش هي؟ هي حلقات القرآن والحديث والفقه. علاش قلنا لكم روحوا للجامع؟ كي تجي للجامع راك تدي نصيب من التركة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. كاين أستاذ راه يقرا لنا في التفسير، وكاين أستاذ راه يقرا لنا في الفقه، وكاين أستاذ راه يتكلم لنا في أحداث السيرة.